قصتنا بتحكي عن ولد فاشل في حياته وملوش لازمة، بس بعدين بيشغل عنده واحدة قتالة قتلة واللي بتقع في حبه. وبعدين بنتعرف على هيدو، وده شاب عادي جدا بيكون قاعد مستمتع بأجازة الصيف لوحده في البيت عشان أهله سافروا يقضوا أجازة شهر العسل. فبيفضل قاعد في أوضته اليوم كله بيلعب على الموبايل وبيخرب البيت وبيحوله المقلب زبالة. وفي يوم وهو نايم بيلاقي الجرس بيرن، ولما بيروح للباب كاميرا المراقبة بتوريه البنت اللي واقفة على الباب وبتقوله انها جاية تشتغل خدامة عنده. ولانه ما عندوش فكرة هو المفروض يعمل ايه، بيدخل البنت وبيسألها اذا كان عندها خبرة في الشغل. فالبنت بتقوله انها كانت قتالة قتلة وبتموت الناس اللي بيخونوا الزعيم. فهيدو بيتخض بس بياخد كلامها بهزار. وبعدها البنت بتقوله ان الزعيم بتاعها بعتها عنده قال لها تيجي تخدمه. ولما بيقول لها انت اكيد بتهزري، بتقوله انها ما بتعرفش تهزر. فهيدو بيترعب اكتر وبيسألها الزعيم بتاعها ده يعرفه منين. فبتقوله ان جدته كانت تعرف ناس من قرايب السواق اللي بيشتغل عند الزعيم. فبيقول لها ان طالما كده بقى فهم اغراب. بس بعدين بياخد باله انها اتعصبت وممكن تموته على الكلمة دي، فبيبلع ريقه بالعافية وبيغير الموضوع وبيسأل البنت هي متخصصة في مجال ايه بالظبط في الاغتيال. فبتقرر تديله نبذة عن الموضوع وبتاخده الجنينة وبترمي سكاكين على الشجرة وبتعمل بيهم خط مستقيم. وهيدو بعد ما بيشوف المنظر ده بيعملها على روحه وبيقول لها انه ما عندوش اعداء ولا اي حد بيفكر يأذيه، وبما انه ما يعرفش الزعيم بتاعها فهي الاحسن ترجع له. والبنت بتزعل بس بتقبل قراره وبتعتذر له عشان ازعجته وبتمشي. فهيدو بيطمن وبياخد نفسه اول ما بتمشي، بس بعدين بياخد باله انها نسيت حاجة فبيروح وراها وبيقول لها ان في جرس وقع منها. وهو بيعدي الطريق بيلاقي عربية نص نقل قدامه وبيستوعب في اللحظة دي انه خلاص كده هيقابل رب كريم. بس لحسن الحظ الخدامة بتجري عليه وبتنقذه، وبعدها بتقوله انها ما انقذتش حد قبل كده بالطريقة دي ومش عارفة ليه قلبها بيدق جامد كده. وهيدو بيبقى مخضوض بعد الحادثة دي. وبعدها الخدامة بتمشي ومرة واحدة بيناديها وبيقول لها انها تقدر تيجي وتوريه نبذة عن قدراتها. واول ما بيوصلوا البيت الخدامة بتديله محاضرة عن ازاي يستخدم السكاكين. فهيدو بيقول لها ان كل اللي عايزه منها هو انها تنظف البيت بس، وبيشاور لها على الاكياس اللي ماليه البيت. ولما بتساله الاكياس دي فيها كام جثه بيتخض وبيحاول يشرح لها انه ما بيعملش حاجه بخصوص مجال شغلها الشقي ده، هو بس محتاج واحده تنظف البيت. وقتها بيحس انه مديون لها عشان انقذت حياته فبيكون عايز يساعدها. فالبنت بتساله هو هيشغلها عنده لو بقت خدامه كويسه ولا لا، وبتحاول تقنعه بس هو بيفضل متنح وساكت. فبتجيب الجردل والمساحه وبتكب ميه وبتبدا تنظف البيت وبتكون متوتره. فبتعتذر له وبتقول له انها هتنظف المكان بسرعه، بس وهي بتنظف بتتزحلق. بس قبل ما هيدو يعمل اي حاجه عشان يلحقها هي بتوريه مهاراتها وبتقوم نطه في الهواء وبتنزل على الارض. بس بعدين الجردل بيقع على راسها وبيبوظ الحركه الجامده اللي عملتها دي. وقتها هيدو بيسالها اذا كانت على طول فوضويه كده، فبتتوتر لما بيقول لها كده وبتعتذر له عشان هي ما تعرفش تعمل اي حاجه غير القتل بس. وبتقول له انها هتكون متفهمه لو هو مش عايز يشغلها عنده. بس هو بيقوم واخد الجردل من على راسها وبيديها فوطه وبيقول لها انها تقدر تتعلم عادي، وبيساعدها في تنظيف البيت وهو بيعلمها لحد ما بيخلصوا تنظيف البيت كله. وبعد شويه بيجوع بس بيكون عارف ان الخدامه الجديده دي ما بتعرفش تطبخ، فبيقرر يساعدها في الطبخ كمان. فبتاخد الخضار تقطعه وبتستغل قدراتها وبتفرم الكرنب في ثواني. وهو بيجيب البانيه اللي اشتراه قبل كده بس هي ما بتبقاش عارفه ده عباره عن ايه، وبتقوله انها ما كانش بيفرق معاها طعم الاكل لانه بالنسبه لها مجرد اكل بتاكله عشان تعيش. وهيدو لما بيسمع ده بيشخصن الموضوع قوي وبيقول لها لا ما اسمحلكيش، وبيقعد يشرح لها اكتر عن قطعيات اللحوم والفراخ. بس هي بتكون مش مهتمه برضه. فهيدو مش بيتضايق وبيكون شايف انها هتغير رايها لما تدوق البانيه. وفي اللحظه دي بيستوعب انه ما سالهاش عن اسمها لحد دلوقتي. فبتقول له انها ملهاش اسم، وبما انه المدير بتاعها دلوقتي فهو يقدر يناديها باي اسم. ولما بيفكر في الموضوع ما بيبقاش عارف يفكر في حاجه. وبعدين بيقدم الاكل وبيبداوا ياكلوا، وهما بياكلوا بيستنى يشوف رد فعل
للخدامة، ومع انها مش بتحس بطعم مميز بس بتحس بدقة البانيه واللي عمرها ما حسيته قبل كده، وبتقوله ان طعمه حلو، بس لما بيقول لها تجربه بالصوص بتنبهر من طعمه. وبالليل هيدو بيصحى وهو بيعيط بسبب انه حلم بكابوس عن مامته، وفجأة بيجوع فبيقرر ينزل المطبخ ياكل شعرية، وبيتصدم لما بيلاقي انه مش لوحده في المطبخ، وبيفتكر ان الخدامة بتحاول تموته، ولما بيبص من ورا الحيطة بيلاقيها واقفة ووشها عليه حاجة حمراء فبيترعب، بس لما بتلف وبيلاقيها ماسكة ازازة الصوص بيطمن، فالخدامة بتتخض وقتها، بس هو بيقول لها تهدى وانه فاهم احساس انها تجوع في نص الليل ده، فبيسخن باقي الاكل وكوباية شعرية مقلية عشان ياكلوهم. وبعد ما بياكلوا بتسأله لو حلم بكابوس، وبتحكي له انها وهي داخلة المطبخ سمعت صوته وافتكرت حد بيتهجم عليه، ولما دخلت لقيته بيعيط وهو نايم، فهيدو بيتكسف لما بيسمع ده، فبتقول له كمان انها سمعته بينادي مامته كذا مرة. وبعدين بتحكي له عن حلمها وبتقول له ان خير اللهم اجعله خير، هي شافت ازازة صوص كبيرة بتتكلم معاها، ولما كانت رايحة تاكل منها الازازة اختفت، فهيدو بيتصدم لما بيسمع ده. وبعدها الخدامة بتقول له انها كانت تجربة جديدة بالنسبة لها، لان دلوقتي احلامها كلها بقت عبارة عن قتل، وعشان كده هي زعلت لما لقيته حلم بكابوس وهي معرفتش تواسيه. فهيدو بيقول لها انه مش موضوع كبير، لان اصلا من وقت ما مامته سابت البيت وهو دايما بيحلم انها بتمشي، ووقت ما كان طفل كان كل ما يحلم بكابوس كان بينام جنب مامته، ولما بتقترح عليه يعتبرها زي مامته بيتخض وبيقول لها انه ما بقاش طفل خلاص. وقتها الخدامة بتحس انها ملهاش لازمة، وبتبدأ تفكر في كلام مديرها القديم اللي قال لها انها مش فالحة غير في القتل وبس، وبتبدأ تحس بالبرد لحد ما هيدو بيسند راسه عليها. وتاني يوم الخدامة بتفرم الزبالة عشان ترميها، وهيدو بينبهر لما بيشوف مهارتها، ولما بيخرج يرمي الزبالة بيلاقي جرو قدام باب بيته حد حطه عشان ياخد باله منه، فهيدو بيتضايق وبيسأل هو بيته ده ملجأ ولا ايه. فالخدامة بتلاقي ورقة في الصندوق مكتوب فيها ان صاحب الكلب اشتراه على اساس انه جرو صغير، بس الحقيقة ان حجمه بيكبر مع الوقت، وهو اكتشف انه ما عندوش فلوس ولا وقت عشان يقدر يهتم بالجرو ده، وعشان كده هو سابه قدام اكتر بيت شكله غني في الشارع، ودلوقتي عايز الشخص اللي سايب الكلب عنده يربيه. وهيدو بيتخض لما بيقرا ده، بس بيقرر برضه انه يتبنى الكلب عشان عارف انه مش هيقدر ينجو في الحر ده. وقتها الخدامة بتفتكر ذكرى حزينة وبتقول له ان انقاذ حياة حد من غير تفكير مش دايما بيكون الاختيار الصح، وان الناس اللي متسابة دول المفروض يتعلموا يكونوا اقوى عشان يقدروا ينجوا لوحدهم. وبتقول لهيدو انه لو خد الكلب ده ممكن يندم بعدين، بس هيدو بيقول لها انه ما بيحبش يتفلسف قوي في الحوارات دي، وبيشيل الجرو وبيسألها اذا كانت انقذته امبارح عشان صعب عليها ولا عشان هي غريزتها اللي خلتها تنقذ حياة حد، وبيقول لها ان الفطرة البشرية هي انهم ينقذوا اللي يقدروا ينقذوه. وبياخد الجرو وبيدخل بيه البيت، وبيحس ان الجرو ده لطيف وحبوب جدا، فبيسألها لو حابة تشيل الكلب هي كمان، بس هي بترفض وبتبعد اول ما بيقرب عليها بالكلب. ولما بيسألها اذا كانت بتخاف من الكلاب بتتحرج وبتقول له انها فعلا بتخاف منهم شوية، بس بتقول له انه لو قال لها تمسك الكلب وتلعب معاه فهي هتنفذ اوامره عادي مع انها بتخاف. فهيدو بيقول لها انها مش محتاجة تجبر نفسها على حاجة، وبيسألها هي ليه بتخاف، فبتحكي له ان لما الزعيم كان بيدربها سابها في الغابة مع كلاب شرسة، وده اللي سبب لها صدمة وبقت بتخاف منهم من وقتها. فهيدو بيقول لها ان دي مشكلة كبيرة فعلا عشان هو ناوي يربي الكلب ده وحاطط امل انها تساعده في تربية الكلب، وكلامه ده بيفاجئها، بس بتقرر تواجه خوفها وبتسأله لو ينفع تشيل الكلب. فهيدو بيخليها تمسك الكلب، واول ما بتمسكه بتترعش جامد زي موبايل نوكيا، والكلب بيفضل مرتاح في ايديها. ولما بيسألها هي بتخاف من ايه بالظبط بتقول له ان الكلب ده عنده مخالب حادة وانياب، بس هيدو بيقول لها ان الكلب شكله لطيف وبريء، ومرة واحدة الكلب بيعض صباعها فبتخاف منه لدرجة انها بتبقى هتحدفه من الشباك، بس لحسن الحظ هو بيوقفها وبياخد الكلب منها. وفي وقت ما الخدامة بتقعد على الارض تاخد نفسها الكلب بيعض صباع هيدو وبيلعب فيه، وهيدو بيفهم ان الكلب بيعمل كده عشان بيسنن، فبياخده على اقرب محل حيوانات وبيكشف عليه وبيجيب له شوية ادوات. وبالليل لما بيرجعوا البيت هيدو بيشكر الخدامة عشان ساعدته، وهي بتقول له انها ما قابلتش حد طيب زي هيدو قبل كده لانه بيديها اوامر هي مش متعودة عليها، وبتحكي له ان في شغلها القديم كانت متعودة تقتل الناس وما كانش ينفع تفشل في المهمة، بس هيدو بيعملها بلطف حتى بعد ما عملت كل حاجة صح. ولما بتسأله هي المفروض
تعمل ايه عشان تساعده. وقبل ما هيدو يرد بيلاقوا الكلب طلع يجري، بس هو بيمسكه وبيقول للخدامة انها اكيد نفسها تبطل شغلها الغريب ده وتبدأ تعيش كبنت عادية، وبيقول لها ان دي فرصتها فما فيش داعي تفكر كتير. وقتها الخدامة بتستوعب انها كانت طول الوقت بتشتغل التالت قتلة وعمرها ما فكرت تعمل شيفت كارير وتشوف هي عايزة تعمل ايه في حياتها فعلا، وكل اللي كانت بتعمله هو انها بتقتل وبس، وكانت فاكرة انها لو بطلت تعمل كده هتبقى ملهاش لازمة. وهنا هيدو بيقول لها تبص على الغروب، فبتقف جنبه وهي مقتنعة انها لو فضلت معاه ممكن تعرف وتفهم اكتر هي عايزة ايه بالظبط. فهيدو بيقول لها انها اول مرة جت فيها بيته كان خايف جدا عشان كان عمره ما شاف سفاحة في الحقيقة، بس بعد ما اتعرف عليها استوعب انها طيبة. ولما هي بتسمع ده بتفتكر وقت ما كانت طفلة طبيعية واهلها معاها وبيقولوا لها كلام حلو، فبتسأل هيدو هي المفروض تعمل ايه عشان ترجع شخص طبيعي من تاني. واول نصيحة بيديها لها بتكون عن فشلها، وبيقول لها ان بما ان كل حاجة بيطلبها منها جديدة عليها فطبيعي جدا انها تفشل فيها، فما فيش داعي تخلي الفشل ده يبقى عبء عليها. وبعد كده الخدامة بتبدأ تحضر العشاء وبتقطع الكرنب المرة دي كشخص عادي، وبتكون شايفة ان عمل الحاجات بالطريقة الطبيعية مش بيحتاج تركيز جامد. وبعدين بتبدأ تفكر في العشاء، ومرة واحدة الكلب بيجيلها وبيقعد يتمسح فيها فبتتخض وبترفع السكينة عشان تموته، بس في اللحظة دي هيدو بيدخل وبيخضها وبينبهر لما بيلاقيها حاطت اكل للكلب وبيشكرها وبيروح يلاعب الكلب. ولما بيلاحظ ان عنده فرو كتير بيقرر يسميه ماتشاي، وبيتفقوا ان الاسم لايق عليه فعلا. ومرة واحدة هيدو بيقول للخدامة ان مستواها اتحسن في الشغل، وهي بتتأثر جدا لما بتسمع ده وبتعرض عليه انها تاخد بالها من الكلب لو هو مشغول النهاردة. وهيدو بيكون قلقان على الفوبيا بتاعتها، فالخدامة بتقول له انها بتحاول تبقى طبيعية وعشان تعمل كده هي محتاجة تتغلب على خوفها الاول. وهيدو بينبهر اكتر من الحماس اللي عندها ده وبيشرح لها تعمل ايه وهو بيلاعب ماتشاي وبيخليها تشيله، فبتلعب للكلب في بطنه وبتستوعب وقتها ان خوفها من الكلب ده ما كانش ليه لازمة وان الكلب طلع لطيف. وبعدها بيقعدوا يتغدوا والخدامة بتقع في حب اللصوص من تاني وبتخلص طبقها بسرعة. ولما هيدو بيسألها اذا كانت عايزة طبق تاني بتقول انها مش عايزة تقل عليه، بس جسمها بيقول العكس وبتلاقي نفسها بتمد ايدها للطبق. فهيدو بيقول لها تبطل تردد طول الوقت وتبدأ تطلب لو احتاجت حاجة، فبتستغل الفرصة وبتطلب انهم يختاروا لها اسم. وهيدو قبل ما يختار لها اسم بيقعد يسألها شوية اسئلة روتينية عن اهتماماتها ودنيتها. ولما بيسألها عن عيد ميلادها بتقول له انها اخر حاجة سمعتها عن عيد ميلادها هو ان الدنيا كانت بتمطر تلج جامد يومها. فهيدو بيقرر يسميها يوكي بمعنى تلج، بس ده بيفكرها بذكريات وحشة لان مديرها القديم كان بيناديها بيوكي برضو عشان هي كانت باردة زي التلج، فبتكره الاسم جدا. بس لما هيدو بيقول لها انه بيحب التلج والشتا جدا بتقبل الاسم وبتبتسم وهي بتشكر هيدو على الاسم ده. وبعدها بتقعد تكرره كتير. وتاني يوم يوكي وهي بتلعب مع ماتشاي بتلاقي هيدو جاي لها بمسدس خرام وبيقول لها انه عايز يخرم ودنه ويلبس حلق عشان شكله يكون حلو قدام صحابه، وبيقول لها انه مش عارف يعملها لنفسه فبيطلب من يوكي انها هي اللي تخرم له ودنه. فيوكي بتمسك المسدس من ايده، بس قبل ما تخرم له ودنه بترجع في كلامها وبترجع تتلخبط وهي بتسأل هيدو لو ده عقاب ليها على حاجة ما عجبتهوش، وبتقول له انها خايفة تخرم له ودنه. وهو بيسألها اذا كانت خرمت ناس تانية قبل كده بس بطريقة مختلفة بما انها سفاحة يعني. ومرة واحدة الجرس بيرن ويوكي بتروح تفتح وبتلاقي ريكو اخت هيدو الصغيرة واقفة على الباب مستنياه يدخلها بعد ما بعت لها رسالة بيقول لها فيها انه جاب كلب. فيوكي بتفتح الباب وريكو بتتخض لما بتلاقي واحدة في بيت اخوها، واول ما ريكو بتدخل بتنبهر من نظافة البيت بس بتكون لسه مش عارفة تستوعب ان اخوها جاب شغالة، وبتقعد تلعب له في خدوده وهي بتسأله هو ليه ما قالهاش. وهو بيقول لها ان مامتهم كانت هتقلق لو قال لها على الموضوع ده، وبيقول لها انه اتصل بابوه بخصوص موضوع انه يجيب خدامة وابوه وافق. فريكو بتلعب في خدوده تاني. وقتها يوكي بتسألهم اذا كانوا عايشين في بيوت منفصلة، فريكو بيلف راسه جامد وبيبعد عن اخته وبيشرح لها ان اخته بتحب الناس الحلوة وعشان كده هو ما قالهاش عن يوكي. وبعدها البنات بيتعرفوا على بعض وريكو بتقول ان يوكي اسمها حلو، فبتشكرها وبتقول لها ان هيدو هو اللي اختار لها الاسم ده عشان هي كانت سفاحة وما كانش ليها اسم ثابت. فهيدو بيحاول يوقفها ويلغوش على الموضوع بس الدنيا بتبقى اتدمرت خلاص. وريكو بتتنح لما بتسمع ده بس مش بتخاف من يوكي برضه بعد اللي سمعته ده، بس بتستغرب انها حلوة وشكلها رقيق وفي نفس الوقت قوية. وبعدها ريكو بتطلب منها انها تكتب لها اوتوجراف بما انها سفاحة قد الدنيا بقى، بس بتلاقي خطها غريب وعامل زي خط الاطفال. وييكو لما بتاخد بالها ان ريكو وهيدو وشهم اتغير بتقلق وبتقول لهم
انها مش بتعرف تكتب كويس بس تقدر تتكلم 12 لغة بطلاقة. وريكو لما بتسمع ده بتنبهر اكتر وبتقرر تعمل مشروع الصيف بتاعها عن يوكي، وبتقول لها تفرجها الاول على مهارات السفاحين بتاعتها دي. فهيدو بيقعد يقول لاخته تسكت وبيقول لها ما تكتبش حاجة عن يوكي عشان ما تعملهاش مشاكل، بس هي بتقول له انها هتكتب في الاخر انها شخصية خيالية. وبعدين بترجع تتكلم مع يوكي وبتطلب منها انهم يطلعوا الجنينة عشان توريها قدراتها. وفي المشهد اللي بعد كده بنلاقي ريكو واقفة وحاطة تفاحة على راسها ومش بتشك حتى في تنشين يوكي، وهي بتستعد عشان تنشن عليها بالسكينة، ولما بتحدفها السكينة بتيجي في نص التفاحة بالظبط. وريكو بتتحمس قوي، ولما بتسأل يوكي هي جابت السكينة دي منين بتقول لها انها كانت شايلاها في هدومها، وعادة هي بتشيل معاها 16 سكينة مثلا، بس من وقت ما هيدو قال لها انهم كتير بقت تمشي ب5 بس. وبعدها ريكو بتقعد تسأل اسئلة اكتر لحد ما بطنها بتصوصو، فهيدو بيضحك وهو بيقول ان ده وقت الغدا. فريكو بتطلب من يوكي انها تعمل لها الطبق المميز اللي بتعمله، بس كل اللي يوكي تعرفه عن الطبيخ هو انها تقطع كرنب، بس طبعا لانه ما ينفعش يتاكل لوحده بيخرجوا كلهم وبيتغدوا برجر بره. وفي الوقت ده ريكو بتبص على الحيطة وبتلاقي ان في مهرجان هيتعمل بالليل، وهيدو بيقول ليوكي انهم بيبيعوا نوع مميز من الصوص في المهرجان ده. ويوكي اول ما بتسمع ده بتريل وبتطلب من هيدو ياخدها هناك، وهو بيوافق. وبعدها التلاتة بيروحوا المهرجان وبيجربوا لعبة النشان، ولما ريكو مش بتعرف تنشن على حاجة يوكي بتمسك هي المسدس وبتوريهم حرفنتها، بس مش بتقدر تنشن على حاجة هي كمان عشان السلاح ميت، فبتقدر تشك في نفسها في اللحظة دي. وبعدها بيروحوا يصطادوا سمك، والمرة دي يوكي بتقدر تبهرهم. وبعد كل اللعب ده بيروحوا طبعا لمحل الصوص، ويوكي بتاكل المقرمشات اللي عليها الصوص ده. ولما ريكو بتقرر تروح تجيب حاجة هيدو ويوكي بيقرروا يستنوها على جنب، وهم قاعدين هيدو بيسألها إذا كانت حضرت مهرجانات قبل كده، فبتقول له إنها راحت مهرجانات فعلا بس عشان تقتل ناس، ووشها بيقلب وبتزعل لما بتفتكر ماضيها. بس مرة واحدة الألعاب النارية بتظهر ووقتها بتسرح لحد ما ريكو بتيجي ومعاها مشاريب وبتقعد بينهم عشان يتفرجوا على الألعاب النارية. وبعد كده بيروحوا، بس وهم ماشيين بيلاقوا عجلة جاية عليهم وبيسمعوا صوت حد بيصرخ وبيقول إن حرامي سرق حاجتهم، وبيبقى هيدوس ريكو بس يوكي بتنقذها. ولما هيدو بيروح يطمن عليهم بيلاقي أخته اتحمست على الآخر من الأكشن ده، فبيتبسط إن محدش فيهم اتأذى، بس بيتغاظ من الحرامي عشان سرق من ناس غلابة وعرض حياة الناس اللي في الشارع للخطر، وبيقول إن الناس اللي زيه لازم يتعاقبوا. ولما يوكي بتسمع ده بتعتبرها مهمتها الجديدة، فبتنط على المباني وبتطارد الحرامي ده زي سبايدر مان من قبل ما هيدو يلحق يقول لها تقف. وريكو بتقول له انهم لازم يروحوا ورا يوكي عشان هي عايزة تشوفها وهي بتضرب الحرامي ده، فبيجروا ورا يوكي وهي بتنط فوق المباني لحد ما بتلاقي الحرامي، وهوب بتنط من فوق المبنى وبتحدفه بسكينتين عشان تفرقع الكاوتشات، وده بيخليه يقع بالموتوسيكل ويدخل في زقاق. ولما هيدو وريكو بيوصلوا بيلاقوا يوكي بتقرب من الحرامي وبتكون ماسكة السكاكين في ايديها، فهيدو بيتخض وبيطلب منها ما تقتلوش، بس هي بتخبط على الخوذة بتاعته بس وبتقول له ان ده عقابه. فهيدو بيطمن، وبعدها يوكي بتلف وبتقول له ان هو ده العقاب الطبيعي في نظرها. وفي الوقت ده الست اللي سرقها بتكون وصلت ومعاها البوليس عشان يقبضوا على الحرامي. وبعد كده هيدو والبنات بيروحوا البيت، وريكو بتقول ليوكي ان اصحابها في المدرسة هيتفاجئوا جدا لما هتحكي لهم عنها، ويوكي بتكون عندها فضول تعرف اكتر عن مدرستها لانها عمرها ما دخلت مدارس. فريكو بيقول لها ان المدارس مسلية طول ما الولد الشاطر مش بيلبسهم في الحيط مع المدرس. وقتها ريكو بتطلع تجري على البيت، ويوكي بعد كلامها ده بتفكر انها تروح مدرسة، فبتقول لهيدو انها يمكن لما تروح مدرسة هتقدر تكون طبيعية، وهو بيتفق معاها، بس من جواه بيبقى بيفكر هي هتقدر تروح مدرسة في سنها ده اصلا ولا لا. وبعدين الوقت بيعدي واجازة الصيف بتخلص، وطبعا هيدو بيرجع المدرسة عشان يبدأ سنة دراسية جديدة، وبيكون شايل هم يا ترى يوكي كويسة وهي قاعدة لوحدها في البيت. وفجأة واحد من زمايله بيجي وبيسأله إذا كان سمع الخبر، وبيحكي له إن في بنت حلوة لابسة لبس خدامين نقلت جديد على البلد. وهيدو لما بيسمع ده بيتخض، بس بيعمل نفسه إنه ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده عشان محدش يحقق معاه. فواحد من صحابه بيقول له إنه أوقات كان بيشوف الخدامة دي في المكتبة، وهيدو بيسأل نفسه هي ليه كانت بتروح المكتبة. وفي الوقت ده المدرس بيدخل الفصل وبيقول للكل إن في طالبة جديدة نقلت على المدرسة، والبنت دي طبعا تبقى يوكي. وهيدو بيترعب لما بيشوفها، فالمدرس بيقول انها تبقى بنت عم هيدو وبيطلب انها تقعد قدامه. وهيدو بيبقى لسه مش فاهم اللي بيحصل، بس لما يوكي بتبص له بتقول له انها متحمسة قوي انها تدرس معاه. وقتها الفصل كله بيغير منه، وطبعا اليوم بيبقى صعب جدا على هيدو لحد
لحد اخر اليوم. ولما ريكو كمان بتيجي تشوفه بعد المدرسة، هيدو بيعرف ان هي اللي ورا كل ده. فريكو بتنط من الفرحة وهي بتقوله ان هي دي المفاجأة اللي كانت محضرها له. فهيدو بيقلب وشه. وهم مروحين ريكو بتقول ان يوكي شاطرة وبتتعلم بسرعة، وانها اتعلمت الاساسيات بتاعت كل حاجة في يومين بس. وهيدو بيقول ان عنده فضول يعرف هم عملوا باقي الحاجات ازاي، زي مثلا ازاي يوكي سجلت في المدرسة ودخلت كمان الفصل بتاعه، وليه عملت نفسها قريبته، وليه خبوا الموضوع عنه. فيوكي بتقوله ان دي كانت فكرة ريكو، انها تعمل نفسها قريبته عشان ده اللي هيخلي الناس يصدقوا قصتها. وبالنسبة للتسجيل في المدرسة، فريكو اتصلت بمعارفها عشان يخلصوا لها الموضوع، وبتقوله ان ريكو طلبت منها انها ما تقولش حاجة لهيدو بخصوص التقديم عشان الموضوع هيبقى احلى لما يشوفوا رد فعله لما يعرف بعدين. فهيدو بيتخانق مع ريكو على اللي عملته، ويوكي بتقلق لا يتضايق، وهو بيقول لها انه مش متضايق بس مصدوم، وبيقول لها انهم المفروض يستمتعوا بحياتهم الدراسية سوا من هنا ورايح. وتاني يوم اول ما استراحة الغدا بتبدأ، الطلبة كلهم بيجروا على الكافيتيريا عشان يشتروا العيش المميز اللي بيتباع يوم واحد بس في الاسبوع. ويوكي بتستغرب من ده. فهيدو بيقول لها ان مخبز كاتسوكو اللي بيعمل العيش ده مشهور جدا، والمدرسة تعاقدت معاهم عشان يبيعوا مخبوزاتهم للطلبة يوم واحد في الاسبوع، وبما انه نادر فهو فيه عدد قطع قليلة، وده اللي بيخلي الكل يجروا على هناك عشان يلحقوا المخبوزات دي. وبيبدأ يشرح لها الاصناف المختلفة اللي عندهم، وبيقول لها ان في نوع عيش محشي صوص حلو، وده بيكون كفاية قوي ليوكي. فبتشخصن الموضوع وبتقول لهيدو انها هتشتري مخبوزات ليهم هما الاتنين. فبيقول لها ان الموضوع صعب لان الفصل بتاعهم ابعد فصل من الكافيتيريا، بس يوكي مش بتستسلم، فبتنط من الشباك وبتطلع على السطح، وهيدو بيروح وراها وبيقول لها توقف اللي بتعمله. بس لما بيبص لها بيلاقيها مصممة، فبيفهم انه مش هيقدر يمنعها خلاص. وبعدها يوكي بتجري على السور، وكل تركيزها بيبقى على انها توصل لمكان المخبز قبل الباقي. ولما هيدو بيشوف هي مصممة قد ايه، بيفتكر اخته في كل مرة بتبقى عايزة تاكل حاجة حلوة، فبيفهم ان محدش يقدر يمنع البنات لما يحطوا حاجة في دماغهم. وفي اللحظة دي بيلاقي مجموعة من الشباب بيجروا على المخبز، وبيخاف لا الموضوع يكبر لو يوكي نزلت قدامهم. بس يوكي بتمشي من طريق مختصر وبتنط من فوق المباني وبتنزل على السور، وبعد كده بتنزل على الارض قدام المخبز بالظبط، وبتدخل بكل ثقة اول واحدة، وبتطلب مخبوزات محشية لنفسها وساندوتش لهيدو. بس لما بترجع لهيدو بتقول له ان الست اللي في المخبز قالت لها ان كل شخص مسموح له ياخد حاجة واحدة بس، وبتعتذر له عشان جابت العيش المحشي وجابت له هو عيش عادي من الكافيتيريا. وهيدو بيقول لها انه ما عندوش مشكلة ياكل العيش العادي، فيوكي بتعزم عليه بالعيش بتاعها، بس هو بيقول لها تاكله هي عشان هو جربه قبل كده ومش هينفع ان هو اللي ياكله بعد كل المجهود اللي عملته ده. ويوكي بتفرح جدا وبتبدأ تاكل العيش المحشي، وهيدو بيفرح لما بيلاقيها مبسوطة، وفجأة بيلاقيها قطعت العيش نصين وحطت نص منه في بقه بالعافية. وبالليل ريكو بتيجي تبات معاهم عشان تقعد مع يوكي، وبتقول لهيدو انها كان دايما نفسها يكون عندها اخت كبيرة، واوقات كمان كانت بتعتبره بنت عشان تحس الاحساس ده. فهيدو بيقول لها ما تسرحش قوي بخيالها، فبتقول له انها فكرت في فكرة احسن وقررت تخلي يوكي اختها الكبيرة، وبتقول له يتجوز يوكي ويخليها واحدة من العيلة رسميا، والنهاية دي هتبقى نهاية سعيدة ومناسبة لكل الاطراف. وهيدو بيتكسف لما ريكو بتقول له ان يوكي باين عليها ان هي كمان معجبة بيه، فبيحاول ينكر، بس اخته بتقول له انه مش فاهم مشاعر البنات، بس هي بما انها بنت شايفة ان يوكي ممكن تعترف له في اي لحظة. وبتقول له ان مامتهم اكيد هتوافق على الجوازة، بس ما عندهاش فكرة باباهم هيكون رد فعله ايه. وفي اللحظة دي يوكي بتيجي وبتسألهم هو مين ده اللي هيتجوز، فهيدو بيتخض، بس ريكو بتقوم وبتقول لها انها بتتمنى انها تتجوز اخوها، وبتسأل يوكي لو معجبة بهيدو، وهي بتقول لها وبتقول لها انها معجبة جدا بيه. وقتها هيدو بيكون هيتجنن، بس بعدين ريكو بتغير الموضوع وبتقول انها عايزة تاكل فاكهة، فبيخرجوا ياكلوا الفاكهة قدام البيت. وريكو بتفتح موضوع ارتباط يوكي وهيدو من تاني، وبتقول لها انها اول ما هتبقى عندها 18 سنة هي هتقدر تتجوزه رسميا بما انها اكبر منه. بس يوكي بتتخض عشان ما عندهاش فكرة عن الجواز، بس ريكو بتقول لها ان الموضوع مش صعب وهي هتعرف تتعامل. وقتها هيدو بيحاول يسكت اخته، بس هي بتسأله ايه اللي مش عاجبه في انه يتجوز بنت حلوة وتقدر تعتمد على نفسها زي يوكي، فهيدو مش بيقدر ينكر ده. فريكو بتقول له انها كده اثبتت وجهة نظرها. وتاني يوم في المدرسة هيدو بيكون عايز ينام عشان ريكو خلتهم صاحيين طول الليل، وفجأة المدرس بياخد باله انه نايم، فبيرمي الطباشير على راسه، بس قبل ما الطباشير يوصل له يوكي بتقسم الطباشير نصين، بس حركتها دي بتأذيه اكتر لان الاتنين بييجوا في عينيه، فبتتخض
عشان كانت فاكرة انها كده مش هتيجي فيه زي ما كانت بتشوف في الافلام. وقتها المدرس والطلبة بيبقوا هم كمان مش مصدقين اللي حصل عشان مش فاهمين ازاي التباشيرة اتقسمت نصين. فهيدو بيروح عيادة المدرسة يكشف على عينيه، وبيتفاجئ لما بيلاقي هناك دكتورة حلوة فبتعرفه بنفسها وبتقول له ان اسمها نيدا، وبتبدأ تكشف على عينيه وهي بتسأله عن علاقته بيوكي. فبيتنح وبيقول لها انها تبقى بنت عمه، ونيدا بتضحك لما بتسمع ده وبتقول له انهم مش شبه بعض خالص، وبتقول له انه النوع المفضل بتاعها وهو ما بيكونش عارف يرد عليها بايه. فبتقول له ان عينيه ما فيهاش حاجة، وبعدين بتروح تقفل الباب وبتقول له انها هتعمل له كشف كامل عشان تشوف لو محتاج اي مساعدة طبية. فساعتها بيتخض، وفي اللحظة دي يوكي بتكسر الباب وبتدخل تدور على هيدو، وبتكون قلقانة وجاية تشوفه بعد ما الحصة خلصت، وبتتصدم لما بتلاقي الدكتورة حبساه. وهيدو اول ما بيشوفها بيطمن وبيجري يستخبى وراها. وهنا يوكي بتسأل نيدا هي بتعمل ايه، وهي بتقول لها انها كانت بتعمل في مقلب بس هيدو مش بيصدق ده. بس نيدا بتقول له يروح لها عشان ياخد القطرة بتاعت عينيه، بس هو بيقلق منها. فنيدا بتقعد ترخم عليه لحد ما مرة واحدة يوكي بتسحبه بعيد، ووقتها هيدو بيتكسف وخدوده بتحمر عشان بياخد باله ان يوكي غيرانة عليه، وبتاخده وبتمشي بيه من مكتب الممرضة. وهم ماشيين نيدا بتقول لهم يجولها لو قابلوا اي مشكلة تانية، ويوكي مش بتسيب ايد هيدو غير لما بيبعدوا خالص، وبتعتذر له بعدها على الشدة دي وبتقول له انها عايزة تقول له حاجة مهمة. وقتها هيدو قلبه بيدق جامد عشان بيفتكرها هتعترف له انها بتحبه، بس يوكي بتصدمه وبتقول له ان نيدا سفاحة زيها وانهم لازم ياخدوا حذرهم منها. وبيطلع كلامها صح، ونيدا بتكون سفاحة فعلا وبتحبس الرجالة عندها عشان عايزة تعمل جيش من الرجالة وتعيش حياة فخمة الفخامة في مكان في اليونان. وعشان تعمل كده اتحولت لسفاحة وبقت تقتل ناس كتير، ودلوقتي هدفها الاخير هو هيدو، وحاليا مهمتها انها تخلص على يوكي. ولما هتعمل كده هيبقى معاها فلوس كتير تعيش بيها الحياة اللي كان نفسها فيها دايما. وفي الوقت ده في بيت هيدو بيحاول ينام بس مش بيقدر يعمل كده عشان يوكي بتكون قاعدة جنب السرير وبص عليه، فبيطلب منها تسيبه ينام في سلام. بس هي بترفض عشان بتخاف لنيدا تهاجمه وهو نايم، وبتقول له انها محتاجة تحرسه عشان السفاحة دي ما تخطفوش. فبيقول لها انه مش عارف ينام وهي بص عليه كده. فيوكي بتجيلها فكرة احسن وبتنام جنبه، وبكده موضوع النوم بيبقى اصعب. بس بعدين بيقول لها انه قلقان عليها هي، وبيشك لا تكون نيدا عايزة تقتلها هي. فبتفكر في الموضوع وبتقول له ما يقلقش عليها لانها تقدر تتعامل مع واحدة زي نيدا دي حتى وهي نايمة. وبتبدأ تفكر هي ازاي نيدا وصلت لها اصلا، وبتحس ان ماضيها هيفضل يطاردها، وهي كده ورطت هيدو كمان معاها. فبتمسك ايده وبتقول له ما يقلقش وانها هتاخد بالها منه مهما كان التمن. وهيدو خدوده بتحمر لما بيسمع ده، وبيقوم بيقول لها ان هو كمان عايز يطمن عليها حتى وهو مش قوي زيها. وبعدين بيفتح الشباك عشان يشم هوا، بس يوكي بتقول له ان هي اللي هتفتح الشباك بما انهم ممكن يلاقوا قناص واقف مستنيهم ولا حاجة. واول ما بتفتح الشباك بتشم ريحة الصوص اللي بتحبه، فبتسأله الريحة دي جاية منين. ومرة واحدة بتلاقي اكل محطوط على السور، وبتسمع صوت نيدا وهي بتقول لها انها خسرت لمستها. ولما بتلف يوكي بتلاقيها دخلت الأوضة وماسكة هيدو، وبتقول ليوكي انها ما بقتش زي زمان بسبب شغل البيت وانها وقعت في الفخ بكل سهولة. وبتسألها اذا كانت هي السفاحة اللي معروفة باسم ذا وايت وولف. ولما يوكي بتطلع سلاح نيدا بتقول لها تهدى عشان هي هتفقع عين هيدو قبل ما يوكي تلحق تعمل اي حاجة اصلا. ومرة واحدة يوكي بتهددها وبتقول لها كلام بالصيني، وبتقول لنيدا انها لو عملت اي حاجة تأذي بيها هيدو هتخليها تندم على اليوم اللي اتولدت فيه. ونيدا بتخاف وبتبدأ تبعد واحدة واحدة عن هيدو، وبتقول ليوكي انها عندها شغل معاها هي وعايزة تموتها، بس هي بتكون عارفة ان فرق قوتهم مختلف عن بعض وانها مش هتقدر تعمل فيها اي حاجة من غير ما يكون معاها رهينة. وعشان كده هي بتقرر تاخد هيدو معاها، وبتقول ليوكي تبقى تقابلها في حوش المدرسة على الساعة 2 لو عايزاه يعيش. وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قولولي في التعليقات عايزين نلخص لكم ايه في الفيديو الجاي. سلام.